طبعا انا هوريك النهارده الشاورما اللحمه. مش هتصدقي دي معموله في البيت بجد بطعم وريحه زي الشاورما بتاعت بره، ويمكن احسن كمان بكتير. دي اللحمه اللي انا استخدمتها. اللحمه دي اسمها ريب اي. طبعا انا مش متوفر عندنا ان انا اخلي الجزار يقطعها لي. احنا بنروح نشتريها من السوبر ماركت بالمنظر ده، بس لازم تجيبيها ريب اي، لان الريب اي دي لحمه طريه جدا، ما بتستحملش، بتستوي بسرعه، ما بتستحملش في السوى. فيها كمان كميه الدهون اللي انا محتاجاها. ما فيش اي حاجه دسمه اكتر من كده، ما بجيبش ليا ولا اي حاجه. بعد ما قطعتها شرايح زي ما انت شايفه كده، جبت ميه بصل، وكمان التوابل اللي انا حطيتها ملح وفلفل وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وحته شطه وملح طبعا على حسب الرغبه اللي انت عايزاها. زودت كمان معلقتين زيت زيتون ومعلقه طحينه، وبعدين نزلت اللحمه وتبلتها زي ما انت شايفه. طبعا انا مش هعمل كل الكميه دي في مره واحده، انا بشيلها في الفريزر ولما بعوز اطلع منها وبعمل. بعد كده جبت طاسه سخنه على النار وحطيت فيها معلقه زيت، ونزلت باللحمه بتاعتي شوحتها. وبعدين قبل ما خلاص انا يعني ما بتستحملش، حطيت كمان بصله متقطعه شرايح وقلبتها فيها. لو انت عندك فلفل ممكن تزودي، ما عندكيش